فتخليص الأعمال يا الإخوة الله يجزيكم بخير من هذه الشائبتين، الشائبة الأولى ديال الرياء وديال السمعة، الأمر خصو يتأكد الحديث عنه، خصو يبقى يتهضر عليه يتكلم عليه. والأمر الثاني الأمر ديال المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم تأصيلا في قلوب العامة حتى ينشؤوا عندهم أصول ديال التعبد الصحيح. إلا بغيت تعبد لله تبارك وتعالى العبادة الصحيحة حطيته في واحد السكة واحد المسار صحيح، أعطيه القاعدة الصحيحة باش ما يبقاش تختلط عليه الأقوال. لو دير العمل ها كيفاش تيكون خصو يكون فيه الإخلاص ويكون فيه المتابعة، وأن عامة الناس تنقل لهم هذا المعنى هذا الصحيح وفهموه وعملوا بمقتضاه لكانوا على خير عظيم، كانوا على خير. وأنه بإذن الله عز وجل ما يأتيهم صاحب شبهة ولا صاحب بدعة إلا يقولوا له وقف، احنا رحنا في هذه الحياة الدنيا الله تبارك وتعالى استخلفنا، وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون، والله تبارك وتعالى غادي يحاسبنا على هذه الأعمال ديالنا. هذا العمل احنا بغينا فيه نكونوا مطيعين فيه لله تبارك وتعالى ومتابعين فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، بغينا ذاك العمل نديروه على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو اللي بغينا، وهذا هو الذي قربنا من الله تبارك وتعالى، وهذا الذي ينبغي أن يركز عليه في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، الإخلاص لله عز وجل والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو مقتضى الشهادتين، شهادة لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله. وجود الكلمات ما قال أبو العلي الرياحي رحمه الله تعالى يسأل عنهما الأولون والآخرون، الأولين والآخرين لاش عليهم يتسألوا ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين، ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين. هذا كنت على تقول أنك تقصد بأعمالك وجه الله تبارك وتعالى، واختل عندك الشرط الثاني في استجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. يأتي يوم القيامة ورا من أمة النبي صلى الله عليه وسلم ويبغي يشرب هو من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في حديث أنس في الصحيحين قال فتطردهم الملائكة، تطردهم الملائكة ما يشربوش في حوض النبي صلى الله عليه وسلم. عارف ما يشربوش في حوضه يوم القيامة؟ لأنهم ما وردوش حوض السنة في الدنيا. كان واحد الحوض بعد هنا في الدنيا شرب منه، ورتين نقلك باش تشرب من الحوض الآخر في الآخرة في عرصة يوم القيامة. حوض السنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذو يبغوا يشربوا تطردهم الملائكة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أمتي أمتي، فما تقول له الملائكة؟ إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، تراك ما عارفش واش بدلوا واش غيروا، حتى لما تتوالى عليهم السنين تتولي عندهم تتحل البدعة محل السنة، واللي دعا للسنة كأنه دعا إلى البدعة، نسأل الله العافية. هذا يحصل في بعض الأزمان، يجي واحد يبين السنة ويدعو إلى السنة، إما يدعو إليها أو حتى هو يعمل بها في خاصة نفسه. بعض الناس ينظر إليه على أنه أتى بدين جديد. لا أنتم اللي تبدلتم، ما الدين دين واحد اللي كاين. فلما دخلت فيكم البدع والأهواء وكثرت فيكم وانتشرت فيكم وحلت الأهواء والبدع محل السنن، جاء من يدعو إلى السنة فقلت راه تدعي لدين جديد. ولو أمعنتم النظر في السلوكات وفي التصرفات تعرفوا بأن الخلل جاء من عند أنفسكم، أنتم الذين خالفتم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ينبغي أن يركز في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى على الإخلاص والمتابعة. إذا قلنا هنا ذو الأعمال 4 بالنسبة للإخلاص والمتابعة. يبلوكم وأيكم أحسن عملا، كاين واحد صحيح مقبول فيه الإخلاص وفيه المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. 3 مردودين على أصحابها: عمل ما فيه لا إخلاص ولا متابعة، وشره عمل ليس فيه الإخلاص وفيه المتابعة مردود على صاحبه، عمل فيه الإخلاص وما فيه المتابعة مردود على صاحبه. 3 تردوا، وواحد هو الصحيح المقبول. شوفوا حاجة العبد إلى العلم وإلى تصحيح النية.